الشهرة حلوة قوي ولكن ليها عيوب كتير. الشهرة مش أحسن حاجة في الدنيا، بالعكس دي ليها عيوب كتير أكتر من مميزاتها. حلو طبعا إنك تبقى مشهور والناس بتشاور عليك، لكن بتتحرم من الخصوصية. يعني ما تقدرش تدخل مطعم تاكل لوحدك، لازم تتدارى وسط أصحابك. ما تقدرش لو أنت معكش عربية تتمرمط في المواصلات. ناس كتير هترحب بيك وناس كتير هتتنمر عليك. ما تقدرش تدخل تشتري لبس فيقول لك انت ممثل طب فيغلي عليك. الشهرة حلوة قوي ولكن ليها عيوب كتير. انك لازم طول الوقت تتعامل على ان في كاميرات بتصور، تتعامل باتيتيود ان انت ممثل او نجم او بيشاوروا عليك. لو معاك تليفون ومنفعل ما ينفعش تنفعل قوي لان هيتتصور وانت بتشتم وانت بتعمل ويقول لك بص الفنان. لو حصل اي رد فعل، لو عربيتك اتخبطت وهو واحد جه خبطها لك ونزلت واتخانقت معاه، اول ما يشوفك هيتصور معاك. وده حصلت معايا، يا فنان يا عم انت خبطت لي يا راجل بقى، وتصور معايا ومشي وخبط لي العربيه. فالشهره هي ميزه وعيب كبير قوي انه بيحرمك من الخصوصيه. كمان التمثيل مش الخليج، مش هتروح تحوش فيه، بالعكس احنا كممثلين كل فلوسنا رايحه على اللبس، الاوديشن، التصوير، ملابس الشخصيه اللي بتجيبها. انت طول الوقت بتصرف على المهنه، قلما لما بتديك. مش كل الممثلين بيعملوا ملايين. لازم تبقى عارف ان انت الملايين دي حظوظ وارزاق. انت داخل تمثل عشان تحب التمثيل، مش عشان تجيب ملايين. الملايين جت تمام، ما جاتش انا ممثل. انت داخل تمثل عشان تستمتع، مش عشان تبقى نجم صف اول. والله النجوميه جت اوكي، ما جاتش ما زعلش، لان ده رزق ونصيب. وممكن نجوميتك تيجي في حته تانية، ممكن نجوميتك تبقى تجيلك وانت صف تاني وانت صف تالت. نجوميتك تيجي وانت ضيف شرف، نجوميتك تجيلك في المسرح، في الاذاعه، في التلفزيون، في السينما. نجوميتك تيجي في اعلانات، نجوميتك تيجي في اي حاجه ليها علاقه بالفن. فما تكرسش الموضوع كله على ان انت لازم تبقى نجم ولازم تبقى بتاخد ملايين ولازم يطلع لك فلوس ولازم تبقى مش عارف عامل ازاي، لان ده لو ما حصلش هتتعب كتير جدا. لكن لو تعاملت مع التمثيل على انك بتحبه ولعبة بتلعبها وحاجة جميلة بتستمتع بيها وشخصيات كتيرة انا بعملها. انا راجل دلوقتي بشتغل ممثل، فبروح اعمل النهاردة عامل نظافة، بكرة وزير، بعده غفير، بعده واحد جبان، بعده واحد شرير، بعده قاتل، بعده واحد بريء، وهكذا. فالفرايتي ده بيعمل عندك توهج وبيخليك طول الوقت مش روتيني. دي احلى حاجة في التمثيل. حب التمثيل، مالكش دعوة باللي حواليه، الشهرة والفلوس والحاجات دي جت ما جاتش، خليك ماشي في طريقك ممثل. تعالوا نكمل الحلقة اللي جاية عن حاجات ليها علاقة بالتمثيل. لو بتحب التمثيل كمل معايا، ولو ما بتحبش كمل معايا عشان اقول لك احنا ازاي بنتعب.